بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال ان شاء الله. كل سنه وحضراتكم طيبين. هنعمل النهارده مع بعض العيش البلدي الفلاحي على اصوله من غير ما اطرحها، من غير ما اطرحها حبايبي. احفظي عندك الفيديو ده لرمضان، هتعمليه كده ليله السحور، عيش طري حلو كده جميل بألف هنا وشفا على قلوبكم. تقدري تعمليه دلوقتي تاكلي منه، اعملي كيلو بكيلو. لو انت لسه اول مره تعملي اعملي 2 كيلو براحتك. لو انت يعني متمكنه منه، بصي العيش ده لا غنى عنه في البيت. العيش ده من غير فرد، حاجه كده سهله وعسل اللهم بارك. اعملي كيلو دقيق، ما شاء الله ما شاء الله هيرمي معاكي حبه حلوين كفايه. بس يا حبيبه قلبي لما تعملي حبه عيش في البيت، شوفي النظافه وشوفي ريحه بيتك والخير اللي جوه بيتك عامل ازاي. كفايه كده اعملي كيلو دقيق كده بس زي كده. بصوا انا بره الكاميرا بعمل 2 3 كيلو، لكن قدام الكاميرا طبعا عشان مش هينفع نعمل كتير. تعالوا نعمل النهارده مع بعض كيلو واحد بس من الدقيق. هنعمل عيش بلدي من غير ما اطرحها. خلاص تعالوا هنعمل ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه معانا معلقه خميره، معلقه خميره كبيره كده اهي، معلقه خميره كبيره. بسم الله الرحمن الرحيم. معلقه ملح، استنى كده. بصي انا معلقه الملح بططيها كده، لازم تكون معانا معلقه الملح مش مليانه قوي. ننزل بس كده شويه اهي. معلقه ملح صغيره عشان ما يبقاش معاكي العجينه حاده اهي. معلقه ملح صغيره مبططه كده، يعني مسطحه مش مليانه قوي. خلاص طبطبيها كده بايدك عشان تبقى معاكي مسطحه. خلاص حبايبي، صوابعي معلش من الشكل اللي شايفينه ده، دي اتغسلت كتير، بس شايفين المنظر ده عشان محدش يخش يقول لي ان ايدك وسخه. لا انا كنت بعمل ملوخيه ونعناع تفريز برده الحبايب اللي كانوا طلبوه مني، بس عشان الصوابع شايفين غسلتها كتير والله كتير، بس هي لسه ماسك فيها. بس الحمد لله عشان بس محدش يخش يقول لي انت ايدك وسخه والكلام ده. خلاص حبايبي هقلب بقى كله ده كده مع بعض. الدقيق ده ايه؟ ده دقيق قمح بلدي، ده دقيق بلدي يا جماعه. الدقيق اللي اليومين دول الناس كلها بتقول عليه دقيق الحبه الكامله، ده دقيق بلدي اللي هو بتاع القمح اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. انا معايا هنا بقى ايه؟ ميه دافيه. خلاص بسم الله الرحمن الرحيم. انزلي كده بكميه ميه حلوه لان احنا عايزين العجينه كده حلوه ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل عليك يا حبيبي يا رسول الله. وبايدك بقى كده على طول واعجني. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبتي يا رسول الله. اعجني بقى كده معاكي الدقيق، اعجنيه كده بالميه اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزه اقول لك ان الخبيث في البيت، بصوا حاجه كده ما شاء الله نعمه في البيت، نعمه اللهم بارك. يعني اهم حاجه كمان في الدقيق لازم تلتي وتعجني فيه كتير، لازم تلتي وتعجني في الدقيق كتير اهو كده بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. لتي وعجني اهم حاجه فيه اهو. خلاص اهو بيحتاج لت وعجن كتير. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. شايفين الجمال؟ لازم العجينه تبقى معاكي كده ما شاء الله يابسه كده وعسل. شايفين اهو؟ اللهم بارك على الجمال. شايفه اهو؟ لمي بس كده المعون بتاعك، ما تخليش معونك كده مزيبط اهو. لمي كده اهو. شايفه اهو؟ هعمل ايه بقى ان شاء الله؟ لازم الحركه دي، شايفين، يتعجن بكل سهوله. الحركه دي مهمه جدا اهو. شايفه ليه؟ بندخل فيه الهواء بنطبه، يعني بمعنى كلمه ان احنا بنطب. الله يرحمها ماما كانت تقول لي طب العجين طب. بس كنا بنعمل بقى ايه بال10 وال15 كيلو بقى كده في مجهود كبير، مش كيلو كده اهو. لازم كده. انا بقى لو قدامي لو مش الكاميرا هعمل كده اهو واضرب كده واطلع فقاعه كبيره اهو. شايفين الفقاعات اللي بتطلع دي بقى كنا بنعمل بايدينا الاثنين كده كده. حبايبي الفلاحين عارفين الموضوع ده، كنا نعمل كده اهو ونعمل فقاعه كبيره اهو. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. شايفين الجمال اهو؟ اللهم صل عليك يا رسول الله. عجينه اللهم بارك. شايفين جمالها؟ شايفه القمر بتاعنا عسل اهو ما شاء الله عليها. نجيب بس حبه دي عشان ايه؟ نغطي وشها كده وخلاص. على كده خلصناها، وبعد كده ايه؟ نسيبها تخمر ونرجع مع حضراتكم اوريها. بصوا بقى حبايبي، انا جبت حبه دي اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. طبطبي كده على وشه بس كده، مش اكتر من كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده كده. بسم الله الرحمن الرحيم. جبت كده الطبق بتاعي، شايفين بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. جميل ازاي اللهم بارك اهو. هسيبه بقى كده يخمر، وبعد كده نص ساعه بس ولا حاجه، الجو حر وان شاء الله يخمر على طول، وبعد كده ارجع ارصه مع حضراتكم. بصوا حبايبي خلاص بسم الله ما شاء الله خمر اهو. شايفين اهو تبارك الرحمن. خلينا بس مغطيين عليه كده، وجبنا الصينيه اهي، وتعالوا بقى ايه نحط عليها رده. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا نحط عليها رده كده. بسم الله الرحمن الرحيم. امسكها بس باليمين كده
وزعي بقى الرده كده علشان هنفرد طبعا عليها العجين. خلاص حبايبي اهي، دي رده بتتباع عند بتاع العطار، اللي هو بيبيع يعني او العلاف، يا ده يا ده. خلاص يا ده يا ده. بس انا طبعا الرده دي عندي من يوم ما دخلت من يوم ما جبت. انا هحطها كده احسن عشان ايه، هي مش عايزه تتنخل، عشان هي ما شاء الله هي دي بتاعت الحبه الكامله يا جماعه. ده المخالف الحبه الكامله. انا كان الراجل بيعمل لي بيعملهم لي يعني نصين اهو، شايفين ايه. دي رده اهي، دي جايباها من القمح اللي انا طحنته في المطحن. ده بتاعتي انا، بتاعت البيت، انا مش شاريها من بره. خلاص حبايبي هعمل ايه، جبت طبعا في هنا طبق فيه زيت اهو، عشان انا همسك كده علشان الجو حر جدا. يعني هقرص على زيت يعني من الاخر يعني، فاهمين حبايبي؟ بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. شايفين ما شاء الله اهي، نص ساعه وتبقى معاكي الخميره زي العجينه زي الفل، مخمرانه وزي العسل. بسم الله الرحمن الرحيم. هتمسكي تقطعي بقى ازاي اهو، ارجع اوريكي كده بس، مش عارفه انا متلجلجه ليه. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. اخد كده من الجنب واقطعي بقى اهو، تلمي كده اهو العجينه وهتنزلي فيها بالزيت. ما تعمليش الرغيف كبير علشان ما يبقاش معاكي، عشان تعرفي تمسكيه يعني وتتحكمي فيه كده بالزيت اهو. وتيجي عامله كده، ما تخافيش، نزلي كده الزيت كله من ايديكي اهو. انا مش عارفه انتوا شفتوه ولا لا، هعملها لكم تاني اهو. تنزلي كده اهو، بس كده خلاص. وهكذا بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. نعمل واحد تاني واوريها لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تكبريش الرغيف اهو، ايدي فيها زيت اهي، شايفين اهو. وامسكي كده عشان بس ما ينشفش معاكي الرغيف من فوق. نعفص كده تاني ايدينا اهو، ادهني ايديكي كده دهنه حلوه وحطي على وش الرغيف اهو. بسم الله الرحمن الرحيم كده خلاص اهو. ابعدي بس كل رغيف عن التاني عشان يبقى معاكي فيه مساحه، عشان لما يخمر طبعا هياخد مكان كبير شويه. بسم الله. ما تكبريش الرغيف عشان احنا مش هنعمله على المطرحه، هنعمله بالمردنه او بالنشاب زي ما بتقولوا بقى عليها. نحط بقى شويه زيت كده عشان ما تلزقش في ايدينا اهي. شايفين الجمال؟ نصفي بس كده الزيت من ايدينا عشان هنا كتر. تعالوا بقى كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. خلاص اهو. نكمل بقى كل الكميه بالشكل اللي حضراتكم شايفينها دي كده. ما تكبريش الرغيف، انا قلت لك اهو عشان ما تبقاش عامله الرغيف كبير وما تعرفيش تمسكيه في ايديك وترجعي تقولي ام يوسف قالت تكبريه. لا، انت اعملي بس الرغيف كده قد البرتقانه مثلا البلدي كده، ما تكبرهاش قوي اهو. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. خلاص هكمل بقى كل الكميه دي وارجع لكم عشان ما اطولش الفيديو عليكم. بصوا بقى حبايبي، بس خلصته خالص اهو ما شاء الله ما شاء الله. قرصته طلع الصينيه الكبيره دي بسم الله ما شاء الله. كام رغيف الله اكبر عليهم، شايفينه هنا كمان. خلاص كده قرصنا كل الكميه. هسيبها تخمر بس معانا كمان ربع ساعه ان شاء الله، وارجع اوري حضراتكم وانا بفرده واسويه ان شاء الله. تعالوا شوفوا بقى. خلاص بسم الله ما شاء الله، خلاص خمر خالص اهو اللهم بارك. تعالوا بقى اوريكم طريقه الفرد بتاعته عامله ازاي. هنا هنجيب بقى الرده اهي، الرده بتاعتنا كده وفرشيها كده اهو على كل حته، عشان الحتت دي اللي هنفرد عليها ونركن عليها العيش اللي هيتفرد. خلاص اهو بالشكل حضراتكم شايفينه ده كده بالظبط. فضي كده حته من الرخامه واشتغلي بقى، وبعد ما تخلصي نضفي بقى براحتك اهو. شايفه كده لازم تغطي كل الحتت كده، ما تخليش حته عريانه علشان اللهم صل على النبي مفيش حاجه تلزق فيها. خلاص اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. الريحه عندي عايزه اقول لكم ما شاء الله، بس مجرد ما العجينه خمرت ما شاء الله ما شاء الله. بصوا بقى حبايبي اهو بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. بتتشال بكل سهوله. في الوقت ده بقى انا فاتحه على العين البوتاجاز على الصينيه وموطيه عليها على الهادي خالص خالص كده. هتجيبي بقى حبه الرده كده الحلوين وتطبطبي كده عليها بالراحه، علشان خاطر احنا طبعا هنعملها بالنشابه. خلاص بالنشابه يا جماعه او بالمردنه زي ما بتقولوا عليها. خلاص بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه بتبططي كده بالراحه من بره لجوه، بس خدي بالك بقى من النص ما تبططوش قوي علشان احنا عايزينها تتنفخ معانا. خلاص تعالوا بقى نجرب كده ونعمل مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توكلنا على الله. بالراحه كده، ما يعني بصي مش بالجامد. استني بس ان ندهنها حلو كده بالرده علشان ما تلزقش معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. بكل سهوله يا جماعه بتبقى ما شاء الله ما شاء الله معاكي. خلي ايديكي خفيفه كده عشان ما تلزقش منك وتبقى ايه ما يقبش معانا. احنا عايزينه عيش حلو كده معانا ويقب. خلاص بسم الله الرحمن الرحيم. بططي بقى كده حلو وحطي بقى على عين البوتاجاز. احنا حاطين الصينيه خلاص اهو.
بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله اللهم بارك. احنا هننقل دي كده على جنب نرجع نعمل واحده تاني عشان دي تكون ارتاحت خلاص اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تخافوش ما اتقلبتش ما جرالهاش حاجه اهو. شايفين الرغيف بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله عامل ازاي اللهم بارك عليه. نركنه هنا ونعمل واحد تاني خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. واحد تاني اهو. هتجيبي شويه رده كده تمشي على وشه كده اهو. مش عايزه تحطي رده حطي دي عادي جدا مفيش اي مشكله. ده ينفع وده ينفع كله زي الفل ما شاء الله. والرده دي اللهم بارك حلوه جدا لجدار المعده. خلاص حبايبي هحط لكم بس شويه عشان ايه محدش يقول لي الصوت والازعاج اهو. هاتي بس كده ايديكي بططي من بره لجوه اهو كده. خلي بالك من النص ما تدوسيش على النص قوي. الحته اللي تلاقيها تلزق في ايديكي كده اعمليها زي ما انا بعملها بالظبط. نجيب المرتبه الثانيه اللي هي النشابه الثانيه ونجربها. دي كنت جايباها جديده اجربها معاكم برده اشوفها حلوه دي ما شاء الله احسن من دي. خدي كده من بره لجوه اهو. هاتي كده اهو من جوه كده اهو لبره بس خلي بالك من النص. انا عايزه النص هابب كده وحلو زي ما هو علشان خاطر ايه ينفخ معايا. خلاص هركب بقى دي كده على جنب. بس هاخد بقى دي احطها على عين البوتاجاز. بسم الله الرحمن الرحيم. بكل سهوله بتشتغل شايفين اللهم بارك. كل سهوله والله يا جماعه مفيش اسهل من كده. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. هو كده على عين البوتاجاز اول ما يبدا يقب معانا انا كده هفتح الشوايه برده واجي احطها جوه الشوايه اهو. شايفينه حبايبي ما شاء الله ما شاء الله. الصينيه مش مدهونه اي حاجه خالص. شايفين الجمال اهي. بس يبدا يمسك نفسه كده وانزله على طول على الشوايه جوه الفرن. لازم يكون الصينيه دي سخنه جدا وما فيهاش اي ماده دهنيه. بس يغير لون كده اهي. شايفين ما شاء الله بدا يجري في الصينيه ازاي من غير اي ماده دهنيه يا جماعه ولا اي حاجه اهو. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. هينزل دلوقتي على الفرن على طول علشان طبعا يقب من الوش من فوق. لازم اهم حاجه تكوني مشغله الشوايه لان هنا يتشمع ويخش الفرن على طول اهو. شايفين ما شاء الله اللهم بارك. شايفين اللهم بارك عليه الله اكبر عليه. شوفوا حتى عايز يقب هنا بس انا بقى ايه هدخله الفرن احسن. انا احب اديله القبه دي جوه الفرن. هنا بقى شايفين ما شاء الله بيقب ازاي جوه. انا طبعا بحطه فوق على البوتاجاز عشان بس مش عايزه اقرب التليفون قوي عشان يفرقع جوه. خلاص شايفين حبايبي ما شاء الله اللهم بارك قابب ازاي وزي الفل ما شاء الله عليه. بسم الله ما شاء الله. شايفين استوى خالص اللهم بارك وبقى زي العسل. شايفين الجمال اهو. تعالوا بقى نطلع مع بعض الرغيف القمر ده كده. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى كده قرب قرب قرب. تعالى وهتلسعني بس. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين لا انا كده لازم اطفيه عشان امسك بايدي التانيه مش نافعه. طلعته خلاص اهو. شايفين بسم الله ما شاء الله. شايفه لون العيش عامل ازاي اللهم بارك عسل الله اكبر عليه. احطه بقى جنب اخواته عشان لازم يتحط على بعضه ويترد عشان ويتغطى عشان يترد طري تاني. خلاص حبايبي اهو. تعالوا بقى حبايبي بعد ما خلاص خلصنا كل العيش بتاعنا القمر بتاعنا ده. تعالوا بقى انا كنت لازم اطلعه على قماشه نظيفه ولازم برده اغطيه بفوطه وبقماشه نظيفه. لازم يا جماعه لازم عشان نوع العيش دوت لان دوت العيش ابو حبه كامله طبعا بالرده. لازم 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 يتغطى خلاص عشان ده بيبقى ناشف. عشان لما يتغطى كده لازم عشان يطرى يرد على بعض لازم تغطيه. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. شايفين الجمال. شايفين العيش عامل ازاي. شايفين العيش. شايفين جماله اللهم بارك. شايفين ده كده على عين البوتاجاز من فوق ودخلنا بس يا دوب خد التشميع من فوق دي. شايفه جماله عامل ازاي اللهم بارك. شايفه حاجه كده الله اكبر عليه. شايفه الرغيف عامل ازاي اهو. شايفه جماله الله اكبر عليه. حاجه كده اللهم بارك لا ما تتوصفش. ولا طعمه بقى ولا الرده اللي فيه دي. عايزه اقول لحضراتكم الرده اللي فيه دي بجد بسم الله ما شاء الله دي احسن حاجه لجدار المعده اهو. شايفين الجمال اهو. شايفه طري ازاي. هو ده كان طالع ناشف جدا كنت تخبطي كده عليه تلاقيه خشب كده. لكن شوفي اهو مجرد ما يقعد على بعضه بيطرى اهو. جمعي كده في بعضه اهو رجع تاني اهو. شايفين جماله الله اكبر عليه. افتحه لكم كمان من جوه. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفه حاجه كده عسل عسل عسل. اعملي بقى من ده كده اللهم بارك. شايفه الجمال بقى. ايه رايكم في الحلاوه دي؟ والله العظيم كنت كل خطوه لازم اجيبها سبحان الله. يعني كانت الكاميرا بتفصل وكنت حابه فعلا اصور كل لحظه وكان الفيديو يطول مش مشكله. بس كان نفسي فعلا اصور لكم كل حته تحصل في الفيديو. بس للاسف من كتر الحراره عندي التليفون كان بيفصل لوحده. والله كان بيفصل لوحده. حتى دلوقتي عايزه اقول لحضراتكم اكيد شايفين الاضاءه الاستند الاضاءه اللي في الاستند اتحرقت اهي. شايفين اهي.
دي اضاءه انا مشغله الفلاش بتاع التليفون بس. عايزه اقول لحضراتكم من كتر السخونه بجد فعلا الموضوع مرهق جدا يا جماعه. ما يعني حطوا لنا لايك عشان الموضوع المرهق وعلشان خاطر الستاند اللي اتحرق ده، شايفينه اللي فوق ده هو باين اهو، شايفين العكس كده عامل ازاي، مفيش اضاءه كامله زي الاول. خلاص حبايبي. والتليفون والله الحمد لله انا ما جرالوش حاجه، كل شويه يفصل. شايفين الجمال. تحطي بقى حته جبنه هنا، تعمليه بقى كده للسحور. كلتيها حاف كده، والله لسه واكله حته من الرغيف كده. اول رغيف طلع كان اول رغيف كان صامت كده وما كانش احسن حاجه، كلت منه حته. عايزه اقول لكم كان حكايه، الله اكبر على جماله بجد. العيش في البيت نعمه وخير وبركه، كفايه ريحته كفايه شكله. شايفه الجمال، شايفه حلاوته. انا هقطع لك كمان ربعين كده واوريكي لما تعملي منه كده سندوتشات للعيال. يا جمال ويا جمال. لو عملتي كمان شويه ملوخيه النهارده خضره بشويه شوربه حلوين من الفريزر، يا سلام يا سلام. وتغمزي بقى كده وتعملي لك ودن القطه بتاعتنا الحلوه كده. شايفه اللقمه، شايفه اللقمه عامله ازاي، شايفه اللقمه عامله ازاي بالله عليكم. شايفين جمال اللقمه. يعني انت مستخسره تعملي حاجه زي كده في البيت وبتكسلي وتقولي لا انا اشتريها من بره؟ لا اعملي كده في البيت. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. حلو اللهم بارك. عسل عسل عسل، حاجه كده قمر والله يا ولاد. جربي مش هتندمي والله العظيم، مش هتندمي خالص، وهتدعي دعوه حلوه من قلبك ان شاء الله لما تجربي. بس هو بس مرهقته في التصوير. عارفه من غير التصوير بيخلص في ثانيه. بس مهم جدا يا حبايبي. لو انت هاكل حته اللقمه دي، كلت حته وحته الثانيه في بقها. المهم جدا لو انت ان شاء الله عملتي كميه العيش دي، عشان ما ابلع اللقمه. بس انا اخد شويه شاي كمان عشان كنت عامله كوبايه شاي عشان افطر. الحمد لله. لو عملتي بقى كميه عيش زي كده حلوه، هتعملي ايه؟ سيبيها تبرد خالص وهتحطيها سخنه كده عشان ما تبهدلش الدنيا وتعرى وتيجي تطلعي تلاقيه مبرول ومش حلو. سيبيه يبرد خالص على المطبخ كده، بس لازم يكون متغطي برده. وبعد كده امسكي رغيف فوق بعضه كده وحطيه، بسم الله الرحمن الرحيم، وحطي العيش فوق بعضه كده كله وكيسيه بالطريقه دي. كل كيس حطي فيه 5 6 رغيفه براحتك زي ما تحبي يعني وكده. اعمليه لرمضان والله العظيم. احفظي الفيديو لرمضان. في ناس هتخش تقولي لسه بدري على رمضان. يا ستي انا عارفه لسه بدري، اعملي دلوقتي. هو لازم رمضان عشان ناكل ونشرب يا اولاد؟ ما تعملوا دلوقتي. هاتي لك كيلو دقيق واعمليه دلوقتي. غير ان انت تعمليه دلوقتي، احتفظي بقى بالفيديو عندك لرمضان، علشان عايزه اسمع دعوه حلوه منك في رمضان. تقولي لي كتر خيرك يا ام يوسف، الله يبارك لك، ودعوه حلوه كده من قلبك وليكي بالمثل ان شاء الله. وتقولي لي العيش كان طالع حلو ان شاء الله، تجربيه ويعجبكم وتكتبوا لي في الكومنتات. ما تنسوش لو عملتيه اكتبي لي في الكومنتات عملتيه وطلع عامل معاكي ايه. لو طلع معاكي اول رغيف معوج متني كذا عادي جدا، اوعي ترميه، اديه للعيال ياكلوه هو لسه سخن كده، او انت كده محضره حته جبنه جنبك كلي بيه حته الجبنه دي، هيبقى زي العسل والله يا جماعه. مش عشان انا اللي عاملاه، بجد طعمه حكايه من الاخر والله. كل سنه وحضراتكم طيبين. ما تنسوناش في لايك حلو من ايديكم ودعوه حلوه من قلبكم ولكم بالمثل. ولو لسه ما اشتركتيش اشتركي، عشان قلت لك القناه فيها حاجات حلوه كتير ان شاء الله جايه، وربنا يرزقنا كده كلنا يا رب من واسع فضله وكرمه. مع الف سلامه.